هلو، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. الصراحة حسيت من المهم إني أنا أعرف عن نفسي، لأن تبان أهمية الشيء لما تشوفون الناس تتداول عنه كثير. أوكي، أنا لما الكناني زهرانية من الجنوب، وأمي قصيمية من القصيم، ما عندي عرق أجنبي، وعندي بنت عمرها 3 سنوات روبي، ومن مواليد 5 أبريل 97، يعني أبريل الجاي إن شاء الله حكمل 28. من مواليد جدة، وسكنت في الخرج، سكنت في الرياض، كنت من سكان جدة طبعا تقريبا 9 سنوات من انولدت، يعني إلى صار عمري 9 سنوات أو 10 سنوات. فيس عندي هذا المكس بلساني، أفهم مرة تشوفون أقول كلام قصيمي، مرة تحسون حجازي، مرة لهجة بيضة، ممكن تطلع مني حرف يدل على أني جنوبية، مثلا حرف الجيم أحيانا أقول جا، أهل الجنوب يقولون جا، ما يقولون جا. فيس عندي هذا الميكس الرهيب صراحة. فيا أنا متأثرة من كل شيء. بابا، بالنسبة لبابا، ترى بابا الله يرحمه كان مرة حجازي، مرة يعني هو ما يتكلم حجازي، لا كان يتكلم حجازي، يعني ما كان يقول تركي خليه سيبيه، يقول سيبيه، بس ما كان يقول 3، هذا هو ما كان يقول الثاء، كان 1 2 3 بس، هذا اللي يفرق فيه، ولا هو مرة كان كلامه حجازي. فما كثير تأثرنا صراحة باللهجة الجنوبية، اللي يمكن من مرته بوي شوي بس. إيش كمان، فعندي هذا المكس يس ممكن في اللهجات. أما بالنسبة للهجة النجدية، أنا ما أدري إذا ضبطتها ولا لا الصراحة، بس أنا حاولت قد ما أقدر إنه أنا أكون بالسيف سايد. يعني أنا لما أشوف يقول لي مثلا قولي في حوارك صادزة، لا تقولين صادقة، حسيت إنه أنا كدور عزيزة متأثرة بالأفلام المصرية وشوي مودرن في هذيك الحقبة، فهمتوا؟ فتطلع مني صادقة عادي، ما أقول صادزة. أنا أخاف إنها ما تطلع لساني حلوة، وأخاف إني أقولها غلط، ما أعرف وأخاف إني أنا أركز بهذه الكلمة كثير، فأضيع الحوار على لساني، فهمتوا؟ وأقول كلام وأقوم أتك عند هذه أقول صادزة كذا تطلع، يعني بس عشان أبين حرف لا أخاف. وقلت الحدسي، وقلت صادزة، وقلت زي كذا. بس أنا دائما كنت أفضل إني أنا أقول صادقة، وأحرص إنه لما أخاطب بنت أقول له شلون أنت وش أخبارك يعني. فكان في جدالات بيني وبين مدقق اللهجة، وطبعا أنا مرة أشكرهم، يعني ما قصروا معنا الصدق. بس أنا كنت دائما أحس إنه عندي هذا الخوف، مع إنه أنا في الخرج يعني كان عندي صديقات كانوا يتكلمون باللهجة النجدية. طبعا ماما قسمية، فالقسمان مرة يختلفون عن أهل نجد، اللهجة النجدية يعني. فكنت أحب أنا بس في هذا العمل إني أقول مصطلحات جديدة أكثر من إنه أنا أغير حروف. يعني بقول كان ودي بس أقول صادقة، أقول الحكي وحاكي بدون ما أقول الحدسي وحاتي. وكنت أحب المصطلحات، زي مثلا تهجين أصلي، هذه أصلي مصطلح جديد علي. أوكي، كنت مستعدة للمصطلحات الجديدة أكثر من تغيير الحروف or something. that's it يعني. بس كان حلو إلى الآن، أنا أشوف حلو.